اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. صباح الفل، صباح الياسمين، صباح الهنا والسعاده على عيون كل متابعين وصفه واكله مع شيمو. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده بقى جاي لكم بفيديو جديد، وفيديو النهارده بقى ايه؟ حاجه ضخمه جدا. هنعمل مع بعض ايه؟ شفتوا ايه ده؟ هنعمل كوارع. تعالوا هنعمل كوارع النهارده. هنعملها بطريقه حلوه قوي وطعمها حلو قوي وهتعجبكم. فتابعوا الفيديو بقى كده للاخر، وما تنسوش تحطوا اللايك، اهم حاجه حطوا اللايك. واللي بيشوفنا اول مره بقى ما ينساش يعمل اشتراك للقناه ويفعل الجرس عشان يوصلوا كل فيديوهاتنا. وتابعوا الفيديو للاخر، في حاجات حلوه قوي هتعجبكم، في تريكات بقى وحركات لازم تعملوها في الكوارع. فما تنسوش بقى تتابعوا الفيديو للاخر. يلا بينا نبدا. ويلا بينا بقى عشان نشوف هنعمل ايه مع بعض. اول حاجه بقى جبت بقى البولات بتاعتي او الاطباق بتاعتي البلاستيك اللي انتوا شايفينها دي، عشان ابدا بقى ايه عمليه التقطيع وعمليه النقع وعمليه الغسل. يعني كده هنظبط الدنيا كده. طبعا مش هنعملها كده على طول يعني. لا، ده الكوارع بتحتاج تنظيف وتنظيف عميق كمان. المهم بقى ايه، جبت الكوارع بتاعتي والجزار طبعا منضفها ومقطعها زي ما انتوا شايفين كده. فانا بقى جبتها البيت وقطعتها، كملت تقطيعها، هو بس بيكسر العظم بتاعها. وانا لما بجيبها عندي في البيت بكمل بقى تقطيع كده بالسكينه. اهم حاجه العظم، طبعا مجرد العظم بتاعها ما بيتكسر فبيبقى تقطيعها سهل. فهبتدي بقى ان انا انضفها كده بالسكينه. اهم حاجه خلي بالك في اللي انا بقوله بالظبط. السكينة كده في ايديكي، والسكينة بتاعتك تكون حامية، وتحكي كده في الكورعياية. تمسكي كورعياية كورعياية، تمسكيها كده حتة حتة كده بالسكينة، وتحكي فيها شعراية بقى ما انتش واخدة بالك منها. حتة سمرة زي اللي انتوا شفتها كده في الحوفر. هتحكيها بالسكينة هتطلع معاكي بكل سهولة. طبعا الحنفية طبعا انا مشغلاها ونازلة على الكوارعياية. يعني الحتة الكوارع بمسكها كده تحت الحنفية، لازم تكون تحت الحنفية. هتحك من هنا هتروح في حتة تانية تلزق فيها. فانت خلي بالك من غسيل الكوارع كويس، لازم تتغسل كويس. وتكوني زي ما قلتلك كده، تكوني بتحكي فيها والحنفية شغالة تحتها، يعني تكوني تحت مية عامة يعني. المهم بقى ايه، حكحكتها هيت وخليتها بيضة زي القشطة زي ما انتوا شايفين كده. ساعات كمان بيبقى في حتت كده ماسكة كده في الجلد اللي هو في العظم ده. شيليها بالسكينة خالص، بلاها يعني مش مشكلة يعني لو حتة كده طلعت. المهم ان انت كده تاكلي بنفس كده، وما يبقاش فيها اي حاجة، لان في ناس بتقعد على الاكل تبص للحاجة وتشم في الحاجة كمان. وانا واحده من الناس عامه يعني. فالمهم ايه، اغسليها كويس. جبت بقى شويه دقيق كده وشويه ملح. ومسكتهم بقى ايه، شطفت كمان البوله اهيت، وهمسك بقى الكوارع كده بالدقيق والملح كده مرشهم مرشه تمام. وبعدين اشطفهم واحطهم في البوله تاني، ادوهم شطفتين كمان بعد الشطفه دي. يعني مش الشطفه دي بس مكان الدقيق، لا اشطفوهم كمان شطفه ولا شطفتين كمان، لحد الدقيق ما يروح منهم خالص، وتبقى ميتهم رايقه ونضيفه. فتبتدي بقى ان انت تعملي لهم محلول النقع بتاعهم اللي هو الليمون. حطي عليهم ليمون بس كده. ما بحطش خل، ما تحطيش خل، انا ما بحبش احط خل خالص في نقع. مثلا طيور لو بط او فراخ او اي حاجة او لحمة، لا يمكن احط خل عليها او اغسلها بخل. هو بس بكتفي بالدقيق والملح والليمون. هنا بقى عندي حلة، هنا حطيت فيها مية غلت، سقطت فيها الكوارع وحطيت عليها شوية فلفل. تغلي معايا بس ربع ساعة 10 دقايق بالكتير قوي. وبعدين اطلعها من الحلة او انشلها من المية زي ما انتوا شايفين كده. هكب المية دي، مش هعمل بيها اي حاجة، هستغنى عنها خالص وهكبها. هبتدي بقى ان انا بقى ايه احضر بقى الكوارع بتاعتي. هعمل لها ايه بقى؟ يعني انا حطيتها في الحله اهوت، كبيت الميه غسلت الحله، رجعتها تاني على النار، حطيت فيها الكوارع. هحط معلقه كبيره من التوم المفروم زي ما انتوا شايفين كده، معلقه مليانه بنت ناس كده. وهقطع عليها بصلايه وشويه فلفل، واشوح بقى ايه الكوارع بتاعتي. خلاص انا استغنيت عن الميه اللي انا كبيتها اول مره، انا مش هستخدمها زي ما قلت لكم. عندي هنا حوالي 5 فصوص حبهان، هفتحهم كده زي ما انتوا شايفين. لازم تفتحي الحبهان عشان الحبهان يدي طعم للشوربة او الاكلة اللي انت بتعمليها. لازم تفتحي الحبهان عشان ايه الطعم بتاع الحبهان يطلع في الحاجة في الطبخة اللي انت بتطبخيها.
المهم بقى حطيت الرز بتاعي اهوت، حطيت رز وحطيت عليه شوية لبن، بس مش كله لبن، يعني نصه مية ونصه لبن، وحطيت معلقة سمنة وحطيت الملح وسبته يعيش مع نفسه كده لما يغلي ويتشرب اوطي عليه. وهحط هنا كمان عندي الصلصة بتاعتي اهيت، هسيبها كده تتسبك. شوف الشوربه شكلها تحفه ازاي. حاطه على الشوربه طماطم، على فكره نسيت اقول لكم، هسيب كمان الطماطم بتاعتي تتسبك كده على الهادي. فقلت بقى وانا واقفه كده ما اقفش بقى ساكته، جبت بقى جبت العيش بتاعي وجبت المقص وقعدت اقصقص العيش بتاعي كده مربعات او كروهات زي ما بتسموها، عشان ادخله الفرن يتحمص. ما هي الكوارع ما تحلاش الا بالفتة، لازم الفتة. ان حضرت الكوارع نعمل الفتة على طول. المهم هقصقص بقى العيش بتاعي، والفرن طبعا ولحته كده يعني يسخن معايا شوية، بحيث ان انا ادخل بقى العيش بتاعي كده على الهادي كده ويتحمص برضو على الهادي. تمام كده يا حلوين، تمام. اللي وصل بقى معايا لحد هنا يا ريت بقى يعمل لايك ويكتب لي كومنت حلو. وتسلم ايديكوا على كل كومنت حلو بتكتبوه وعلى كل لايك بتحطوه. يلا بقى نشوف هنعمل هنعمل بقى بقية الفتة. دخلنا بقى العيش بتاعنا عشان يتحمص في الفرن، وجبت هنا معلقة سمنة، ويا ريت تكون معلقة سمنة بلدي. وطبعا لو مفيش سمنة بلدي، سمنة عادية، سمنة روابي اللي عندك، يعني الموجود عندك، ممكن شوية زيت ذرة كمان. هنا معلقة بقى معلقة من الثوم المفروم، معلقة برضو كبيرة ومليانة، مليانة كده بنت ناس، لأن الفتة بتحب الثوم. هنصفر بس التومية كده يا دوبك، وانزل بربع كوباية من الخل، وبعدين الخل بتاعي يغلي مع التومية، هنزل بالشوربة زي ما انتوا شايفين كده، ما جاتش لقطة الحتة بتاعت الخل. المهم ما علينا، بس تنزلي بربع كوباية من الخل، وتنزلي بعد كده بالشوربة زي ما انت شايفة كده. وبعد ما تنزلي بالخل تاخدي شوية من الخل والتومة وتحطيها على الصلصة. وبعدين تاخدي برضو شوية صلصة لو حسيتي ان الصلصة بتاعتك تقيلة. احنا عايزين الصوص بتاع الصلصة ده بتاع الطماطم ما يبقاش تقيل، يعني مش متسبكة، يعني عايزينه صوص كده زي صوص الكاتشب كده او اخف منه سنة. فهنحط له شوية شوربة من اللي هي بتاعت الخل والثوم دي. المهم بقى هطلع بقى الكوارع بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده، هنشيلها بقى كلها كده طالعة دايبة دوب، زبدة بشوية ملبن. وعندي بقى الفرن بتاعتي هشغل الشواية، هشغل بس الشواية اديها بس يا دوبك بس لون كده من فوق. همسك بقى اشوف الصوص بتاع الطماطم عامل ازاي، يعني تحس ان هو يعني خفيف شوية عن الكاتشب، برضو الكاتشب بيبقى تقيل عنه. وطعمه ما اقولكوش، ولا الريح، يا سلام يا سلام يا سلام، حاجة كده اخر جمال. ادخل بقى الكوارع الفرن تاخد وش كده تحميص. شوفوا بقى العيش بتاعي متحمص، سامعين الصوت؟ يا سيدي يا سيدي يا سيدي، ايه الجمال وايه العظمة دي، حاجة كده تحفة، حاجة كده جنان. المهم بقى هرشرش كده على العيش بتاعي شوية ملح وشوية فلفل، يعني طعمه العيش اللي انا محمصاه. هو طعم لوحده لان انا شيماء اللي عاملاه، شيمو اللي عاملاه يعني، بس هنحط له شوية فلفل كمان وشوية ملح. وهجيب بقى الشوربة اللي انا عملتها بالخل والثوم، احط بقى كام كبشة كده على على العيش. وعندي الرز بتاعي استوى اهوت، شوفوا شوية رز عظمة، مفلفلين ومفرفرين كده، مفيش بعد كده. ننزل بقى بالرز كده، نحط طبقة رز خفيفة كده. يعني انا عن نفسي ما بحبش الرز يبقى كتير في الفتة بصراحة، يعني طبقة من العيش المحمص كده بالشوربة، وطبقة من الرز خفيف كده خفافي كده، بيبقى حلو قوي. المهم بقى خلاص كده تمام، نغطي الرز بتاعنا بقى كده ونرجعه مكانه، ونجيب نجيب الصوص اللي احنا عاملينه بقى، صوص الطماطم اللي عليه خل وتوم وشوية شوربة بالخل والتوم. شوفوا انا بخفه بشوية شوربة اهوت عشان يبقى سهل معايا. شوفوا يا سيدي يا سيدي بقى على الرسومات والحركات والتكات، مفيش بعد كده. احنا هنفتح مصمت بقى وخلاص. ارسمي بقى زي ما انت عايزة، واكتبي بقى حروف واعملي قلوب، اللي انت عايزاه اعمليه، ابدعي ابدعي. المهم جبت الكوارع اهوت يا دوبك بس نشفتها كده تحت الشواية، ونرسم بقى ونقدم بقى. حطينا بقى كام كوارعية كده نغري بقى العيال كده عشان ياكلوا.
خلاص خلصنا كده بقى الكوارع بتاعتنا والفتة اللي بالخل والثوم وشوية شوربة عظمة عظمة عظمة، شوية شوربة كلهم بهاريز، وصوص كمان. الصوص اللي هو الطماطم ده لازم يكون جنب الأكل جنب الفتة. عيالي لازم كده يحطوه كده وياكلوه بالمعلقة كده مع الرز كده، بيبقى طعمه بصراحة تحفة، طعمه خطير خطير خطير. فما تنسوش بقى تعملوا لي الشير واللايك والسبسكرايب للأكلة الحلوة اللي ترم العظم دي، عشان انزل لكم بالتقيل بعد كده. المهم بقى الفيديو بتاعنا خلص النهاردة، وزي ما قلت لكم ما تنسونيش في الشير واللايك والسبسكرايب عشان يوصلكم كل فيديوهاتي. وما تنسوش بقى لو واحدة كده بتشوفني لأول مرة بقى اعملي لي اشتراك، وإن شاء الله هتنضم لعيلتنا وتستمتعي معانا جدا جدا جدا. يا سيدي على الكوارع يا سيدي، وعلى الشوربة وعلى الفتة، حاجة كده عظمة العظمة العظمة. وانتظروني في فيديو جديد.